انا غادي نضرب مشا حتى غتقطع ليها ايدها، وما كاملاش 48 ساعه غتقطع ليا ايدي حتى انا. تصنتو مزيان هاد القصه للعبره. انا كنت راجع سكران في الليل ديك الليله بحال ديما، وديك المشا كانت ديما كتكون في الدار، كتكون حدا الدار. الجيران ديما كيعطوها الماكله، يعني معروفه عندنا. وحتى انا كنت مره كنعطيها الفرماج، مره كناخد ليها، حيت فما كنت كنحل الباب كتبعني، وفما كنت كندخل كتبقى تخبط في الباب وكتبقى دير مياو مياو بحال كتعيط عليا. المهم كانت عزيزه عليا ديك المشا، ديما كنت كندير فيها الخير الصراحه. حتى لواحد النهار غادي نكون راجع للدار سكران، غادي نهبط من الطوموبيل وغتجي عندي المشا تلعب معايا بحال ديما. غتبدا تلعب معايا حدا رجليا، كتبغي تشد فيا. انا بقيت كنجري عليها كندفع فيها، حيت كنت اصلا ديجا جاي معصب. المهم ما بغاش تمشي تسحبني نعا كنلعب معاها، عصباتني ديال بصح. وانا نهز رجلي وخبط ديك المشا. الخبطه اللي غادي نخبط ديك المشا غادي تهز وغادي تمشي تلاح في داك الكرياج اللي كان جات الكراج. كان هكا الكراج وكان واحد الكرياج هكا واقفين الحديدات. غادي تخشى الايد ديالها، غتخشى في ديك الحديده وغادي تنصل ليها. انا فاش شفتها بحال ما هكاك ما ديت ما جبت صحيت، ما كنتش في الوعي ديالي وخليتها ومشيت طلعت في حالي. كنت نايض الصباح بكري، كنت خدام، حققت الساعه ومشيت نعس وبحال ما خاصني حتى شي خير. السيده والمشا مسكينه مقطعه لها ايدها وكانت مازال حيه، حيت كانت كتنين مسكينه وخليتها وطلعت في حالي. ولكن انا ما كنتش عاقل وما كنتش في الوعي ديالي نعاود نقولها لكم. المهم فاش طلعت الصباح فقت وغادي الخدمه عاوتاني. كان الصباح بكري، كان حتى شي واحد باقي ما خارجش، حتى شي واحد ما شاف ديك المشي، حيت كيف ما خليتها كيف ما كانت باقا. خرجت وانا نشوف واحد المنظر، شفت داك المنظر اللي تصدمت فيه، ما شفتوش في الليل نهائيا. واخا انا كنت شفتو في الليل ولكن ماشي بحال النظره اللي كنت شفتو في الصباح. غادي نلقاها مخشيه في ديك الكرياج اللي قلت لكم الحديدات بحال ما كتخشات فيه، وايدها مقطوعه كاينه في مليحها حداها، والمشا ميته. بقيت كنشوف فيها وكنستوعب اشنو واقع واش انا اللي درت ليها هكا. وهي تبدا ترجع لي الذاكره، بدات كترجع لي السنته. عرفت انا اللي هزيتها وانا اللي ضربتها حتى تخشات تما. واحد المنظر ما نقولش لكم كيفاش كيوصفوا. هي تخشات هكا في دوك كرياج قدام خارج، وايدها اتقطعات. ياك صراحه بقى فيا الحال وبكيت عليها ودموعي سالوا في داك الصباح. وندمت واحد الندم ما نقولش لك لدرجه ما مشيت لا الخدمه لا حتى شي حاجه. هزيتها وشديتها ودرتها في كرتونه، وهزيت رجلتها درتها في الكرتونه ومشيت واحد الخلا ودفنتها. ورجعت سديت عليا في الدار. داك النهار ما مشيت لا خدمه ما كليت ما درت حتى شي حاجه، بالتانيب الضمير. عيطوا عليا في الخدمه علاش ما جيت، قلت لهم راني مريض. والغد لين عاوتاني كنت غادي عاوتاني الخدمه عادي. داك النهار خايب بزاف، سديت عليه في الدار. عشت واحد النهار ديال الندم ما نقولش ليكم. ولكن في الليل صافي نعست، والصباح عاوتاني قلت غادي نمشي الخدمه عادي، صافي الحياه غادي تستمر. انا ما كنتش في الوعي ديالي وما درتهاش بنعاني، وربي شاهد. مهم نات الصباح كنت غادي الخدمه في الطريق، خرجت وركبت في طوموبيلتي غادي عادي. كنت شاد طريق الخدمه عادي حتى خرجت ليا مشى على غفله. والمشكل ما شفتهاش خارجه من اليمين او خارجه من اليسار، هكاك حتى خرجت ليا بحال ما هكا، بحال نزلت من السما وتحطت قدامي. انا بالخلعه وبالتهشيره غادي ندور الفولو وغتقلب بيا الطوموبيل. فاش تقلب بيا الطوموبيل ما بقاش عاقل على راسي اشنو وقع. ديك الساعه الله اعلم فاش غادي نفيق، نلقى راسي في السبيطار ومقطعه ليا الايد ديالي اليسرى كيف ما تقطعت ديك المشه اللي دازت قبل عيول البارح. يعني 48 ساعه باش وقعت تقطعت المشه الاخرى ايدها وماتت. حتى انا تقطعت ليا اليسرى بحال ديك المشه اللي قطعت ليها ايدها. بقيت غير كنشوف وبقيت غير مصدوم، ما فاهم حتى شي حاجه. فاش شفت ايدي مقطوعه ما استوعبتش، بقيت مصدوم، بقيت غير كنشوف ما كنهضر ما حتى شي حاجه. كنقول يا ربي نكون غير كنحلم ونفيق ونلقى ايدي مازال عندي ما تقطعاتش. بقيت في بلاصتي بقيت مصدوم. من بعد فاش استوعبت هذه ماشي حلمه، راه يدي تقطعات بصح. شدني انهيار عصبي، بقيت كنغوت وبقيت كنبكي، وبقيت لي جات قدامي كنخبط بها السبيطار كيصبروا فيا حتى داكوا لي البرا. ما بقيتش عاقل. عاود فاش فقت نفس الحاله كطرا ليا، ما استحملش يدي تقطعات وما
استوعبتش باللي انا كنت بخير، كنت بخدمتي، حتى فقط لقيت راسي بلا ايد، ولقيت راسي بلا خدمه بلا حتى شي حاجه، حيت الخدمه ديالي مستحيل غادي نرجع ليها بايد وحده. القصه ديال زكريا اللي حقيقيه واللي عاشها واللي جاي يشاركها معنا اليوم للعبره. زكريا كيقول لك بسبب الشراب خرج لي على حياتي، ماشي داك المشا اللي ضربت الشراب. شكون ما كانش شارب ديك الليله ما كنتش غادي نضربها، ما كنتش غادي نتعامل مع هذاك التعامل، حيت انا مزيان معاه وديما كنوكلها. ولكن ديك الليله ما كنتش عاقل شنو كنت كندير، ما كنتش عاقل لا شنو درت لا حتى شي حاجه، حيت ما كنتش في الوعي ديالي، وانا ندمان بزاف وربي اللي عالم. انا كنقول ربي خلصني على داكشي اللي درت ديك المشا، ولكن كنشوف راسي انا ما كنتش في الوعي ديالي، ما كنتش كنستاهل هاد العقاب كامل اللي وقع ليا. زكريا تيقول بالزربه خديت العقاب ديالي بسبب ديك المشات. 48 ساعه اشنو وقع ليا؟ تبدلت ليا حياتي 180 درجه، وليت بلا ايد، وليت بلا خدمه، ما بقيت قادر ندير حتى شي حاجه، ما بقيتش قادر نخرج لا نهضر مع الناس، ما بقيتش كنخرج مع صحابي، كانت عندي علاقه ما بقات عندي لا علاقات لا حتى شي حاجه، لا مع بنات لا مع ولاد لا حتى شي حاجه. سديت على راسي ووليت عايش غير بوحدي. القصه ديال زكريا فيها بزاف ديال العبره. ردوا البال، ردوا البال، عندكم تأذيو الحيوانات كيف ما بغى يكونوا، فرخ، دجاجه، مشا، كلب، كما بغى يكون هذا الحيوان ما تقربوش ليه وما تأذيوش. راه اللي اذى الحيوانات على ما خلصتيش اليوم غتخلص غدا، ولا ما خلصتيش غدا غادي تخلص العام الجاي. كون على اكيد ربي يمهل ولا يهمل حيوانات خط احمر، ولا ما قدرتيش تعطيهم ولا توكلهم ولا دير لهم شي حاجه زوينه غير بعد منهم واعطيهم اتساع. هذه هي القصه ديال اليوم. بارطاجيوها وخلوا لايكات باش تكون لي العبره، وما تنسوش اللي عنده شي قصه بغى يشاركها معنا كيف العاده يخلي ليا. مرحبا بكم كاملين، باي باي.